بسم الله الرحمن الرحيم. مصر العظيمة، مصر القوية، مصر نحتفل جميعا بانتهاء أعمال قمة المناخ. أعمال قمة المناخ اللي شهدها ما يقرب من 72 رئيس دولة من العالم أجمع، يتقدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني اللي قام يجري في القاعة، والمستشار الألماني والرئيس الفرنسي وسيدي ولي العهد السعودي وكوكبة من الزعماء العالم. الغريبة مش الغريبة، يعني الترتيب الأفضل إن زيارة الرئيس الأمريكي بتيجي يوم 11/11. النكتة البايخة بتاعت 11/11 واللي احنا في الإعلام بلغنا بيها شوية، استهترنا بمصر شوية، ولكن مصر كانت تبدع يوم 11/11 بقيادتها السياسية، بأجهزتها. دولة عظيمة، دولة عظيمة والله. انتهى يوم 11/11 مفيش أي حاجة. مصر لا تهتز ولن تهتز لأي دعوة، وده بنطلع يوم 11/11 والدعوة اللي ملهاش لازمة البايخة السخيفة اللي احنا اديناها أكبر من حجمها، بنطلع بشيء لازم نكون واقفين عنده. أولا في بس نقطتين نقولهم قبل ما نشوف احنا استفدنا ايه من الكلام ده. الرجل المحترم الامين عزيز فايز كتب تعليق في منتهى الابداع، كلمتين، 3 كلمات اوجزوا قمة المناخ واللي تم ووعي القيادة السياسية. كتب ايه الامين عزيز فايز على اليوتيوب؟ العالم يحترم مصر، العالم يحترم مصر. صدقت سيدي الامين، بدون اي، ما كانش ليه مطالب الامين عزيز ولا كان ليه اي شيء ولا مطالب فئويه ولا اي شيء، لكن محب البلد، عنده ثقه في نفسه، عنده ثقه في بلده، فكتب العالم يحترم مصر. صحيح، العالم كله يحترم مصر. ايضا في عبارة انا بعتبرها قمة النضج السياسي والنضج الفكري، كتبها شاب محترم على الفيسبوك، الاستاذ محمود رضا مكاتب. محمود رضا وده من المفكرين المحترمين اللي تختلف معاهم ولكن تحترم فكرته وتحترم عقليته وتتناقش معه. كتب ايه؟ مصر بلد عظيمة وصاحبة حضارة وتاريخ، لديها فرصة النهضة والدولة الحديثة رغم كل التحديات. كويس. وسوف تشعرون بذلك حين يؤمن الجميع أن العلم وحده هو من سينتشلن من مؤخرة التاريخ. صحيح، نتفق كلنا مع العلم، بعيد عن الكلام الفاضي اللي عفى عنه الزمن، كبرى العائلات وكبرى مش عارف ايه، ما سطره الامين عزيز فايز وما سطره الاستاذ محمود رضا. عجز عنه اعضاء مجلس النواب اللي دايرين يفرشوا الجوامع سجاديد ويفتتحوا، والله ما يعرفوا يقولوا الكلمتين دول بتاعت الامين عزيز والاستاذ محمود رضا. لو خدنا دول معيار ليوم 11/11 لن نلجأ لحالة التوتر اللي احنا كنا فيها خالص. ولما كنا بنقول اعضاء مجلس النواب بكان هم دايرين يفرشوا سجاد ويطلعوا الناس من المركب، لو جعلوا في قنوات اتصال بينهم وبين الناس في مشاكلهم في حياتهم في كل شيء ما كناش اتوترنا.
مش احنا اللي اتوترت فئة معينة. يعني لما يطلع مرتضى منصور يسهر الناس للفجر على اساس ان هو بيعمل كده عشان الدولة المصرية، ويسب ويلعن ويشتم، الناس هتكره اللي انت بتعمله يا مرتضى يا منصور. مالكش لازمة اللي انت بتعمله ده لأغراض دنيوية عندك انت، ملهاش لازمة. مصر اكبر منك يا مرتضى، مصر انت اللي هتحميها. انت لما تطلع تشتم الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي وتعمل قله الادب اللي انت عملتها دي، انت كده بتحميها؟ بالعكس انت خلتنا ضحوكه، والله العظيم 3 ضحوكه. الناس بتتريق علينا في العالم العربي، والله الناس بتتريق علينا من القذاره اللي انت بتعملها. مصر اللي علمت العالم العربي الاعلام. تطلع انت سباب ولعان. ما قاله الامين عزيز: العالم يحترم مصر، وما قاله فيلسوف الشباب، انا بطلق عليه كده، ان العلم وحده هو كفيل بانتشال مصر من مؤخرة التاريخ، معبر عن ايمان الاثنين كل منه له طريقته بالدولة المصرية وحيوية الدولة المصرية، وما لهمش اي مطالع في حاجة تاني. فمصر اللي تم بالمناسبة الرئيس الامريكي اقر مساعدات اقتصادية لمصر اضافية حوالي 500 مليون دولار لمساعدتها على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة يوم 11/11. يوم 11/11 احنا ما عندناش مشكلة يوم 11/11 يوم 12/12 يوم 60/60. مصر اعمق واعظم من كده بكثير. بس ربنا يبعد عننا اعضاء مجلس النواب ويبعد عننا بتاعت التموين والمخابز يتبعوا شغلتهم ويأمنوا حياة كريمة، يساعدوا. لما بنقول رئيس مجلس المدينة يطلع يشوف الموقف ويطلع يشوف البتاع ده عشان الناس تحس ان الدولة جنبيها. الشعب المصري ادى درس للعالم، والدولة المصرية ادت درس للعالم يوم قمة المناخ اللي تمت في شرم الشيخ دي، درس دبلوماسي واتناقشت فيه كل حاجة، اتناقشت فيه كل شيء. العالم ينحني احتراما وتقديرا لمصر قيادة وحكومة وشعبا. فيا ريت ناخد المقولتين التاريخيتين للاستاذ محمود رضا والاستاذ عزيز فايز ويكونوا منهج عمل. السادة النواب يتحركوا كله في جهة اختصاصه، مكتب التموين يتحرك في جهة اختصاصه، رئيس مجلس المدينة ورئيس الوحدة المحلية يتحرك في جهة اختصاصه، السيد المحافظ في جهة اختصاصه. هتحس ان احنا النهارده في مظاهرات في المانيا على ارتفاع الاسعار. في مظاهرات في المانيا النهارده والله. الولايات المتحدة الامريكية الرئيس الامريكي جو بايدن بيضغط على الشركات ان هي تخفض اسعار النفط. ما سمعناش مثلا ان في تظاهرات لاقالة المستشار الالماني، لان في قنوات للحوار، في قنوات هناك. مش في اعضاء مجلس النواب، اعضاء مجلس النواب الالماني راح يفرش الكنيسة الالمانية. الكلام ده عفى عنه الزمن، خلاص انتهى. سمعتش عن عضو في الكونجرس الامريكي راح يفرش الكنيسه في نيويورك زي ما احنا لما نعمل. ده الاستاذ محمد عيد عبد الوهاب لما يطلع من عوالي مش عارف يدخل على امشول ماسك الله اكبر يعني اللهم لا حسد، المساجد كأن بيجي له جبريل في المنام يقول له افرش المسجد ده والنبي. ابحثوا عن قنوات اتصال سياسيه بالشعب. الشعب المصري يستحق اكتر من كده. وعلى رأي معلمي لما قال ما يمسحش دمعتك غير ايدك، والشعب واعي والدولة واعية، ويا ريت يكون في فكر جديد، فكر جديد. تحية إجلال وتقدير للقيادة السياسية في جمهورية مصر العربية، أعظم بلاد العالم. لو انتبهنا وما دخلناش في تفرعات مرتضى منصور
وشيرين وحسام حبيب والجرس ده. في حاجات في العلم، في العلم اللي اشار اليه الاستاذ محمود رضا، في العالم يحترم مصر اللي اشار اليها الاخ الفاضل عزيز فايز، في اكتر من مرتضى منصور والزمالك وشيرين وحب شيرين لحسام ومش الكلام، وحمو بيكا. حمو بيكا مصر اكبر من دول بكتير واعظم. حمى الله مصر، حمى الله الجيش، حمى الله شعب مصر العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.